تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، انطلقت مساء اليوم بإقليمين فعالية مهرجان أسبوع الجمل في دورته العاشرة، وللجهة بمعية وفد رسمي أشرف على افتتاح الفعاليات التراثية والإشاعية لهذا الحدث الثقافي الوطني الذي يتضمن برنامجه مسابقات في الفروسية التقليدية وعروض الهجن. في المتابعة حمد محضار وعبد الرحيم حاجي ومحمود الشراكي. حشود غفيرة من ساكنة قليميم وزوار وضيوف مهرجان أسبوع الجمل في دورته العاشرة حجت إلى ساحة العروض الرئيسية لمتابعة مسابقات الفروسية التقليدية التي تحظى باهتمام وتتبع منقطع النظير بالمنطقة. 11 سيربة تمثل وقاليم جهة قليميم ودرون تحضر مشاركة في هذه المسابقات بتناسق عروضها وتناغم مجموعاتها وطلاقاتها المدوية بخصوصيتها المحلية التي يتفاعل معها جمهور هذه الفعاليات التراثية الأصيلة. تبارك دوزين كامل ان شاء الله. حمدنا الله اللي فتح هذا الخير. 3 سنين درك والله قاعد عندي انا فايت. نطلب الله تبارك وتعالى النجاح الجميع. سمعنا البارود جينا نتفرجوا. احنا نمشي سليمان سيدي قاسم. وكان جينا احنا مبليين بالخير. سمعت الخير جيت الخير نتفرج. هذه الالعاب كامله زينه تبارك الله، والناس كامله فرحانه ومستعدين لهذا الاحتفال كامل زين ويفرح، ونتمنى التوفيق للجميع. جينا نشوفوا المهرجان الزين اللي جاي من كل حد، من العيون ومن الداخل ومن مقادير ومن مراكش ومن الدار البيضاء. اسبوع الجمل اللي شحال هذه ما بقى داز عنا صراحه، لا توحشنا وتوحشنا الاجواء ديالو اللي يعني شي حاجه زوينه كتفرح بها الساكنه ديال قليميم. تلك دريك مرقناهم ويفوجوا شويات يعني ويتفرجوا، ونشكروا جميع الاخوان اللي صاهر على هذا الشيء. الحمد لله كل شيء فرحان، كل شيء ناصر، وكان مرحبا بالجميع ومرحبا بالجميع. وكما هو الحال بالنسبة للخيال، تحضر مجموعة الهجن بلوحاتها الاستعراضية المميزة التي تختزل صلات وعلائق توثقت منذ الأزل بين إنسان الصحراء والإبل. عروض يحكمها التجانس وتحيل إلى مكانة هذا الحيوان عند أهل الصحراء الذين حرصوا على تكريمه من خلال التنظيم السنوي لهذا الحدث الثقافي الوطني الذي يحتفي بتيمة الجمل. الطبوريضة هذا الفن العريق الذي يمثل ثقافة عريقة للصحراء ديالنا والمغرب ككل. كذلك تحتضن فضاء الطبوريضة فعاليات الهجن من خلال مجموعة من العروض الفنية، ومن خلال اللز الذي يشكل هو كذلك نوعا من أنواع الثقافة المغربية بالصحراء المغربية. عروض ولوحات استعراضية تعد أقوى الفقرات المتضمنة ببرنامج هذه التظاهرات التراثية التي تساهم بقدر كبير في حماية مجموعة من التعبيرات الثقافية المتجذرة في مخيال وذاكرة أبناء المنطقة الشديد والتعلق بموروثهم الأصيل. هكذا إذن يحضر أسبوع الجمل كأحد أهم الأحداث والمواعيد الثقافية الوطنية التي تساهم في صون وحماية الذاكرة التراثية للصحراء المغربية. من قليميم حافظ محضار، عبد الرحيم حاجي ومحمود شراكي. مهرجان أسبوع الجمل يتضمن برنامجه معرضا جهويا كبيرا للمنتوجات الفلاحية المجالية. عشرات التعاونيات والجمعيات الفلاحية من داخل وخارج الجهة قدمت للمشاركة ضمن فعاليته. معرض من تنظيم الغرفة الفلاحية للجهة. تفاصيل مع حفظ محضار وعبد الرحيم حاجي. على مساحة 3 هكتارات ونصف يمتد هذا المعرض الأضخم على صعيد الجهة الجنوبية، والذي يتيح فرصة لأزيد من 130 عارضا من مختلف أقاليم جهة قليميم ودرون وباقي ربوع المملكة لتقديم منتوجاتهم المجالية الفلاحية. عارضون ينتهزون فرصة انعقاد هذه المنصة الترويجية لتسويق كافة منتجاتهم، خاصة منها تلك التي تحمل خصوصية وطابع جهة قليميم ودرون التي تشتهر بمجموعة من الأصناف والمواد والمنتوجات الفلاحية. تم افتتاح هذا المعرض الجهوي الأول منذ كوفيد 19
وهذا المعرض اللي كيحتوي على 130 تعاونيه اللي مشاركه معنا في هذا المعرض، وبمشاركه 11 جهه على الصعيد ديال المغرب. والحمد لله كان اقبال كبير على الوافدين على هذا المعرض هذا، وبتوفر جميع المنتوجات المجاليه اللي كتوفر عليها بالنسبه للجهه ديال الاقليم، جهه قلميم وادنون، ومن 11 جهه من المنتجات المجاليه مثل العسل، زيت الاركان، المنتجات المشتقات ديال الحنه، مشتقات اخرى اللي كتوفر عليها الجهه. المعرض مناسبة للتعاونيات والجمعيات الفلاحية التي طورت مجموعة من المنتجات المجالية لتقديم تجاربها في ميدان تثمين عديد المواد الفلاحية وتبادل الخبرات والتجارب وإبراز الجهود التي انخرطت فيها عديد الدوائر المتداخلة مع القطاع الوصي لاستثمار المقدرات الفلاحية للمنطقة. تنشاركوا في هذا المعرض بالمنتوجات الفلاحيه ديال المنطقه ديال وادنون واطباع عمران، بالمنتوجات اللي تتمتاز بها هذه المنطقه هي العسل الدغموس بالانواع ديالو، الدغيميسه والدغموس، هيكي وتيكو والشلحه بالامازيغيه، وكاين عندنا الفرنان والاعشاب الصحراويه. شاركه بذروه الجمل في هذا المعرض الجهوي لاول مره، وكان تبارك الله فيه واحد الاقبال. جايين نشاركوا بالمنتوج، عندنا الاعشاب الطبيه والعطريه والكسكس بانواع نتاعو، كاين الرز والخماسي والقمح والشعير، وكاين الاعشاب. عارضين منتوجاتنا تبارك الله ما شاء الله، كسكس منجوع، انواع الكسكس، كسكس الخماسي، كسكس العادي، كسكس الثنائي، كسكس الزرع، والحمد لله عيد العسل تبارك الله واركان ومسائل كامل الحمد لله متخلط. هذا المعرض الفلاحي خصص أجنحة لتقديم جديد الصناعة الفلاحية وعروض مجموعة من المؤسسات الجهوية والوطنية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي. الفعاليات التي ستتواصل على امتداد أيام مهرجان أسبوع الجمل في دورته العاشرة تتضمن مجموعة من اللقاءات التحسيسية والندوات والعروض التي تتناول قضايا تطوير والدفع بعجلة الأنشطة الفلاحية بهذه الجهات الجنوبية. غرفة الصناعة التقليدية بجهة قلميم وادنون تحضر هي الأخرى مشاركة بمعرض للصناعات التقليدية بالموازاة مع عروض وفعاليات مهرجان أسبوع الجمل بقلميم. عودة مع حافظ محضار، عياد السرتي وعبد الرحيم حاجي. عشرات الأروقة لعدد كبير من العارضين والصناع التقليديين من الجهة وخارجها تحضر مشاركة في هذا المعرض الجهوي الذي يشكل فرصة لمجموعة من التعاونيات والجمعيات الحرفية لتقديم جديد منتجاتها التي تحمل بصمة الصانع التقليدي. مهرجان أسبوع الجمل ذات الصيت الوطني، فحضور قطاع الصناعة التقليدية ضمن المهرجان لإبراز يعني الموروث المحلي لجهة قلميم وادنون، وكذلك هذا المعرض ينظم ضمن برنامج التنميه المندمجه لجهه قلميم وادنون. فحقيقه هذه التظاهرات تبرز مدى اهميه قطاع الصناعه التقليديه لا في الجانب السياحي ولا كذلك في الجانب الثقافي. فمعرض الصناعه التقليديه ذات حموله ثقافيه، ففيه عارضين من داخل الجهه وكذلك عارضين خارج الجهه. هذا المعرض الذي يجري افتتاح أروقته على هامش فعاليات مهرجان أسبوع الجمل مناسبة لترويج وتسويق مجموعة من المنتجات والمواد التقليدية الصنع بلمستها المحلية.